أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حين نذكر عامودة فإننا لا نذكر مدينة كردية سورية فحسب، بل نستحضر مكانا ارتبط اسمه بالثقافة والسياسة والوعي وبالحكايات التي تناقلتها الأجيال عن مدينة صغيرة استطاعت أن يكون لها حضور كبير في الذاكرة الكردية. عامودة مدينة تشكلت فيها ملامح الوعي الثقافي والسياسي مبكرا، واحتضنت المدارس والحجرات التعليمية والحركات الثقافية والسياسية، وكان لها حضور بارز في تاريخ الحركة الثقافية الكردية والعربية في سوريا. ومن بيئتها خرج شعراء وكتاب ومثقفون تركوا أثرهم في الحياة الثقافية الكردية والعربية وحتى العالمية. وظلت المدينة على مر العقود فضاء مفتوحا للكتاب والشعر والنقاش والأسئلة. عامودة إذن ليست مدينة الثقافة والسياسة فحسب، بل هي أيضا مدينة المرأة التي عرفت كيف تحضر في تفاصيل الحياة العامة، وكيف تواجه ظروفها الاجتماعية والسياسية والثقافية بإرادة لا تنكسر. فالمرأة في هذه المدينة لم تكن بعيدة عن المشهد الثقافي، بل شاركت في التعليم والعمل والنشاط الثقافي والاجتماعي والسياسي، حتى حملت هموم أسرتها ومجتمعها، وفي الوقت نفسه سعت إلى إثبات حضورها وحقها في أن تكون شريكة في صناعة القرار والحياة. ومن هذه المدينة التي امتزج فيها الوعي بالتمرد والثقافة بالسياسة خرجت تجربة أدبية وإنسانية تحمل الكثير من ملامح المكان وروحه، تجربة امرأة بدأت علاقتها بالحياة من خلال الأسئلة المبكرة، ثم وجدت في الكتابة مساحة للتعبير عن ذاتها وعن قضايا مجتمعها وعن المرأة التي رأت كثيرا من وجعها وصمودها. إنها الأديبة والقاصة الكردية السورية شمس حسين عنتر، التي استطاعت عبر تجربتها أن تجعل من القصة القصيرة وسيلة للاقتراب من الإنسان ومن المرأة على وجه الخصوص، وأن تحمل في كتاباتها شيئا من الذاكرة الكردية وهموم الناس وأسئلة الوطن وأوجاع الحرب وأحلام النساء المؤجلة. أعزائي المشاهدين، قبل أن أتحدث عن سيرة حياة الشاعر القاصة شمس عنتر، سنستمع إلى ضيفة عزيزة شاركتنا بمداخلة في هذه الحلقة، ألا وهي الشاعرة والكاتبة الكردية السورية بشيرة درويش، لتتحدث لنا عن علاقتها مع الكاتبة شمس عنتر، فلنستمع معا إليها. يسعد أوقاتكم أستاذ مروان، أستاذة شمس، الأصدقاء المشاركين في هذا البرنامج. شمس عنتر، تحياتي لك، ابنة عامودة، ابنة رماد سينا مع عامودة، الكاتبة الجريئة التي تكتب بكل حب ودون خوف وتسير بخطى ثابتة. شمس عنتر كاتبة تكتب باللغة العربية، اجتهدت في الآونة الأخيرة لتكتب بلغتها الأم وتصدر مجموعتها الأخيرة باللغة الكردية. شمس عنتر صديقة وأخت عزيزة، عندما تعرفت عليها ازداد حبي لها يوما بعد يوم أكثر وأكثر، لأنني أرى فيها شيء يشبهني: الجرأة، عدم الخوف، الاعتزاز بقوميتها. فنحن عندما نحضر محفلا سياسيا، محفلا ثقافيا، أمسية شعرية، مهرجان، أراها بلبسها الكردي المميز
والتي تعتز بها شمس عنتر ابنة عامودة صديقتي العزيزة التي تكافح وتكتب بكل جرأة ولا تخاف أحدا، ورغم الألم والمواجع التي نمر بها دائما تراها تبتسم، لأنها فعلا اسم على مسمى شمس. فتألقي دائما كما عرفتك في فضاء الأدب مبتسمة رغم الوجع رغم الألم. تألقي بقلمك، بحضورك، بخطواتك الثابتة يا ابنة عامودة، يا من رشحتني لأن أكون في لجنة التحكيم أو لجنة التقييم لمهرجان الشعر الكردي، القصيدة الكردية، لأنها رشحتني وقالت بأن هذا هو مكانك الصحيح، وأنا وافقت لأجلها، ورأيت أن اختيارها لي محل كل التقدير والاحترام. شمس عنتر، أكن لك كل الحب والاحترام، لست أنا فقط بل إنك تمتازين بحضور مميز، فسيري بخطى ثابتة واكتبي بكل جرأة، فالمجتمع يحتاج قلم هنا، القلم الحر الذي لا يخاف أحدا. أمثالك قليلون، لذا علينا أن نكتب بكل جرأة كما عاهدتك ستكونين، وأتمنى لك دوام النجاح والتوفيق. وأقول لكم شمس هي كاتبة وشاعرة كردية أعتز بصداقتها وأتمنى لها كل النجاح والتوفيق. تحياتي لكم ولكل المشاركين في هذا البرنامج ولكل المستمعين والمشاهدين. ولدت شمس حسين عنتر في مدينة عامودة بتاريخ 7 حزيران عام 1967، ومدينة عامودة تقع في محافظة الحسكة السورية، تلك المدينة التي احتضنت طفولتها الأولى، وفي أحيائها وحواريها تشكلت ذاكرتها وسط عائلات كردية كانت تربط بينها علاقات تتجاوز حدود الجيزة والجيرة إلى معنى العائلة الواحدة، حيث كانت الأمسيات العائلية جزءا من تفاصيل الحياة اليومية، وحيث كان للكلام والحديث مكان خاص في البيوت والشوارع. درست شمس عنتر مراحلها التعليمية جميعها في مدينة عامودة من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، وكانت دراستها في مدرسة زنوبيا للبنات، المدرسة التي احتضنت سنوات تعليمها الأولى وشهدت جانبا مهما من مراحل تكوين شخصيتها. لكن ما كان يستوقف الطفلة شمس عنتر أكثر من غيره هو تلك الجلسات التي كان الرجال يتحدثون فيها أحيانا بصوت خافت عن القضية الكردية وهموم الشعب الكردي. كانت طفلة تراقب وتستمع وتحاول أن تفهم ما يدور حولها، حتى تحول الفضول المبكر إلى وعي أخذ يتشكل مع مرور السنوات. ومنذ 13 من عمرها بدأت تشعر برغبة أكبر في الاقتراب من تلك الأحاديث والجلسات التي كانت بالنسبة إليها عالما مليئا بالأسئلة والأسرار. في سنوات المراهقة والدراسة الثانوية ازداد اهتمامها بالشأن العام والقضية الكردية، وبدأت تكتب في دوريات الأحزاب الكردية، حتى أنها اختارت لنفسها اسم روكسان، اسما أدبيا تنشر به بعض كتاباتها. ومنذ عام 1985 بدأت علاقتها بالنشر والكتابة تأخذ شكلا أكثر وضوحا. لدينا ضيف آخر صديق عزيز على قلوبنا جميعا، الشاعر الكردي السوري مروان علي، سيتحدث لنا عن تجربة القاصة شمس القصصية، فلنستمع ما سيقول لنا
الشاعر مروان علي. مساء الخير، وشكرا على هذه الدعوة للمشاركة في هذه الحلقة عن المبدعة والقاصة والصديقة شمس عنتر. كما أشكر أسرة البرنامج على هذه الدعوة الساخية والكريمة. شمس عنتر من الأصوات المهمة في المشهد القصصي الكردي في روجافا وفي كردستان، وهي تنتمي إلى جيل بدأ بالكتابة باللغة العربية بسبب أو لظروف معروفة. هي حرمان الكردي في روجافا طوال سنوات البعث من تعلم اللغة الكردية ومن الكتابة باللغة الكردية ونشر الكتب والقصص باللغة الكردية. تجربة شمس عنتر تجربة مهمة جدا، وهي وإلى جانب عدد من الشاعرات والكاتبات شكلت تجربة مهمة لا يمكن أبدا تجاوزها من خلال الحديث عن الأدب والإبداع في روجافا أو في كردستان. أهم ملامح تجربة شمس عنتر هذه الواقعية الاجتماعية أو الواقعية الإنسانية، فهي لا تبحث عن البطولة ولا عن شخصيات استثنائية خارقة ولا عن سوبرمانات، بل عن أناس يشبهوننا، تتناولهم من خلال التقاط تفاصيل الحياة اليومية، ومن خلال تناول المرأة والأسرة والبيت والعادات والتقاليد والتمييز الاجتماعي بين الرجل والمرأة، بين الذكر والأنثى، من خلال شخصيات تبدو مألوفة لنا جميعا وللقارئ الذي تكتب له شمس عنتر. وحين تتناول المرأة فهي لا تقدم المرأة بوصفها رمزا أو ضحية، لا، وإنما بوصفها شخصية تمتلك رغباتها وتناقضاتها وخياراتها، وهذا ما يمنح قصصها بعدا إنسانيا يتجاوز الأدب النسوي التقليدي. لابد أيضا من التركيز أو من الإشارة إلى نقطة مهمة جدا، هي الهوية الكردية، حيث تحضر الهوية الكردية باعتبارها جزءا من النسيج الاجتماعي والثقافي أكثر من كونها شعارا سياسيا، فهي توثق الذاكرة والمكان الذي تخاف عليه، وتكشف أيضا أثر التهميش على حياة الناس وتحديدا على حياة الكرد، دون أن تتحول القصة إلى خطاب مباشر. أما لغة شمس عنتر في قصصها فهي لغة بسيطة وسهلة دون أن تقع في فخ المباشرة أو الخطابية، بسبب قدرتها على النهوض بقصصها ومن خلال عبر فنية عالية. شكرا لأسرة البرنامج مرة ثانية، وشكرا لكاتبتنا الكبيرة والعزيزة شمس عنتر. لم تكن شمس عنتر فتاة عادية في طفولتها، فقد عرفت منذ صغرها بالتمرد والاستقلالية. كانت تميل إلى التشبه بأقرانها من الذكور في كثير من تفاصيل حياتها، ربما كان ذلك انعكاسا مبكرا لشخصية لم تكن تقبل بسهولة أن تضعها الظروف في قالب جاهز. أما في المرحلة الثانوية مرت بتجربة تركت أثرا في حياتها، حين كانت مندوبة على صندوق الانتخابات للممثل عن الشعب الكردي، الأمر الذي أدى إلى طردها من مدرسة زنوبيا، لكنها لم تستسلم واستطاعت أن تتقدم للامتحانات في عمودة في الدورة الوحيدة المتاحة لها لتواصل بعد ذلك طريقها في التعليم. كانت تحلم بدراسة العلوم السياسية، لكن الظروف المادية والاجتماعية لم تسمح لها بتحقيق ذلك الحلم، كما أن دراسة هذا التخصص في ذلك الوقت
كانت تواجه عوائق عديدة أمام الطلاب الكرد، فدرست في القامشي معهد إعداد المعلمين، ثم واصلت حياتها العملية في مجال التعليم بعد سنوات، بينما كانت قد أصبحت زوجة وأما ل3 أبناء. عادت إلى الدراسة من جديد، فالتحقت بكلية التربية في الحسكة، وحصلت على إجازة في التربية من جامعة الفرات، وعملت في مهنة التدريس نحو 27 سنة، لتكون المدرسة جزءا أساسيا من حياتها، ولتجمع بين مسؤوليات الأسرة والعمل وبين اهتمامها بالثقافة والكتابة والنشاط العام. وفي مسيرتها الحياتية والأدبية لا تخفي شمس عنتر تقديرها للدور الذي أداه زوجها في دعمها ومساندتها، إذ تؤكد أنه كان إلى جانبها على الدوام، يشجعها على مواصلة طريقها ويهيئ لها ما استطاع من ظروف تساعدها على الاستمرار في الكتابة والعمل الثقافي، لتغدو هذه المساندة إحدى الدعائم التي أسهمت في استمرار تجربتها الأدبية. لكن علاقتها بالأدب لم تبدأ مع أول كتاب منشور، بل بدأت قبل ذلك بسنوات طويلة، حين كانت طفلة تكتب مذكراتها الشخصية على هيئة قصص. فمنذ الصف السابع تقريبا بدأت تدون الأحداث التي تعيشها، وتكتب عن التفاصيل التي تلفت انتباهها، حتى أصبحت دفاترها أشبه بذاكرة شخصية تحفظ فيها ما مر بها وما مر حولها. كانت تكتب عن احتفالات نوروز، وعن الناس الذين يجتمعون في عمودة، وعن الكلمات التي كانت تسمعها، كما كانت تكتب عن تفاصيل الحياة اليومية وارتفاع أسعار الخبز والقضايا التي تمس حياة الناس. لعل ذلك يكشف جانبا مهما من شخصية شمس عنتر، فهي منذ طفولتها إذن لم تكن تنظر إلى الحياة باعتبارها مجرد تفاصيل عابرة، بل كانت تلتقط منها ما يستحق أن يحفظ ويروى. نعود لضيفة برنامجنا الأستاذة الشاعرة والقاصة شمس، لتقرأ لنا قصة بعنوان حكاية مجنحة، فلنستمع معا إلى قصتها حكاية مجنحة. حكاية مجنحة. في مساء خشن وجاف، رغم وفرة الأمطار، كانت السماء تميل بلون رمادي يشبه قلب فخر الدين، ذلك المعلم الذي كان يخط على السبورة حروف الأمل قبل أن تمحوها الحياة بيد قاسية. كان يريد أن يكمل نصف دينه، فلبى الأهل طلبه، وتم تزويجه من ابنة عمه الجزراوية، وكانت تشبه السهول بقلبها الأخضر، عنيدة تريد أن تكمل دراستها ممتلئة بالحياة، وهو لا يعرف سوى درب الجامعة والمدرسة. درس الأطفال سنة في مدارس الحسكة، وكان صوته وهو ينادي أسماء التلاميذ يشبه صلاة صغيرة في وجه النسيان. لكن الخلاف تسلل بينه وبين زوجته كريح باردة، وفي ليلة بلا أبواب كبر الصمت وتكسرت الكلمات، حتى انتهى كل شيء بطلاق جاف كغصن انكسر دون صوت. تبرأ منه الأهل كأنه خطأ يجب محوه، فحمل حقيبته وخلف طليقته مع طفلها الرضيع ومضى إلى دمشق. هناك تزوج فتاة شامية كانت تشبهه أكثر وتشبه مدينتها التي تعلمت كيف تخبئ وجعها تحت الياسمين والكثير من الأغطية.
وتلاحقت السنين أكثر من 20 عاماً، وفخر الدين يراقب الزمن يمر دون أن يلتفت خلفه، أو هكذا ظن. لكن الماضي لا يموت، بل ينتظر كمياه ينابيع قريته التي كانت تجف في سنوات القحط، ثم تعاود الجريان في سنوات الخير، وتمر بالدروب القديمة نفسها في مكان بعيد حيث تختلط البنادق بالأسماء. كان ابنه من الجزراوية يقاتل بين صفوف قسد، شاب يحمل ملامح أبيه وغضب أمه، وقصة لم تروى له كاملة. وفي الجهة الأخرى من الحكاية كان أخوه من الشامية يقف في صف مختلف، يقاتل ضمن صفوف جبهة النصرة، وقد أصبح من كوادر إدارة أحد السجون، إحدى السجون بعد سقوط نظام بشار الأسد في إحدى الليالي. وبين جداول الأسماء الباردة توقف قلبه عند اسم ثلاثي. لم يكن الاسم غريباً، بل كان مرآة أعاد قراءته مرة ثم مرة أخرى، كأنه يخشى أن يكون الحزن قد خدعه. في تلك الأمسية وقف أمام السجين، بينهما قضبان صدئة، وبينهما تاريخ لم يكتب. نظر أحدهما إلى الآخر طويلاً، كأنهما يبحثان عن ملامح مشتركة وسط الركام، فصرخ أحد السجناء: كأنكما إخوة، فقط اللحية والملابس مختلفة. وهكذا أصبح ابن الشامية يتوجه نحو السجن كل مساء، ولا يفلح في مقاومة ما يدفعه إلى مقابلة أخيه الذي ما كان يعلم بوجوده أصلاً. قال الأول بصوت مكسور: هل تعرف لماذا وصلنا إلى هنا؟ ابتسم الآخر ابتسامة شاحبة وقال: لأننا لم نعرف يوماً أننا كنا معاً، رغم أنني موجود هناك قبلك، لكن الظلم دوماً كان من نصيبنا. تأتيكم خيراتنا ويترك لنا الفتات، تأكلون رغيفنا وتتصدقون علينا بكسرة خبز. وطال الحديث كليل لا ينتهي. تحدثا عن سوريا التي كانت، وسوريا التي تمزقت، وعن العرب والكرد، وعن الخوف الذي تحول إلى حدود، وعن الجسور التي تحولت إلى أسوار، وعن الدم الذي صار لغة. سأله: لو عدنا أخوة هل يتغير شيء؟ فأجابه من بين جدران السجن بعد صمت: ربما، لكن من يعيدنا؟ وهناك 1000 يد تفرقنا. في الخارج كانت الريح تعصف كأنها تحاول أن تقتلع كل شيء، وفي الداخل كان قلبان يتعرفان إلى بعضهما للمرة الأولى وربما الأخيرة. كان لقاؤهما بمثابة مسلسل تلفزيوني ينتظره كل السجناء بلهفة. وفي تلك الأمسية الأخيرة انتهت الجلسة كغيرها، وكان السجناء يتطلعون إلى الغد لمشاهدة حلقة جديدة. وكالعادة استأذن الأخ بنظرة طويلة ثقيلة كأنها تختصر عمراً كاملاً. وفي الصباح انتشر الخبر بصمت: الأخ اختفى، لم يعد في زنزانته، والحارس لم يعد في موقعه. قال البعض إنهما هربا، وقال آخرون إنهما قتلا، وقيل أيضاً إن أخاه حرره. لكن الحقيقة بقيت هناك
معلقة. مع مرور السنوات تحولت المذكرات إلى قصص، وتحولت التجربة الشخصية إلى مادة أدبية، وأصبح الواقع الإنساني والاجتماعي والسياسي مصدرا أساسيا لعالمها القصصي. وقد واجهت في بداياتها كما تقول صعوبات كثيرة، من بينها ما تصفه بالحرب التي تمارسها الذهنية الذكورية ضد المرأة، والتي تحد من حضورها في مجالات الكتابة والفنون، لكنها لم تتوقف عند ذلك أو تلك العوائق، بل واصلت طريقها مؤمنة بأن الكتابة قادرة على منح المرأة صوتا، وأن القصة يمكن أن تكون مساحة للدفاع عن الإنسان وحقوقه، وللكشف عن المعاناة التي قد لا يراها الآخرون. في عام 2015 صدر كتابها الأول، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في مسيرتها الأدبية، وتتوالى بعد ذلك إصداراتها القصصية. صدرت مجموعتها القصصية الأولى سميتني مريم عام 2015، وطبعت في مدينة قامشليو، وكانت باكورة إصداراتها الأدبية ومحطة مهمة في انتقال تجربتها من دفاتر الكتابة إلى فضاء الشعر. ثم صدرت مجموعتها الثانية بعنوان 100 حبة محترقة عام 2018، طبعت في قامشليو أيضا، لتواصل من خلالها حضورها في عالم القصة القصيرة. في عام 2020 صدرت أيضا مجموعتها الثالثة مواسم اليباب، وطبعت في القاهرة عن دار الفراعنة، لتضيف عملا جديدا إلى تجربتها القصصية المتواصلة. أما مجموعتها الرابعة اشتباء الكسوفي فقد صدرت عام 2022، وطبعت في مدينة قامشليو، تضم 28 قصة حضرت فيها قضايا المرأة والإنسان والمجتمع، وهي موضوعات ظلت قريبة من تجربتها الأدبية. ثم جاءت مجموعتها الخامسة في انتظار الخبز عام 2025، وطبعت في القاهرة أيضا عن دار النخبة، مواصلة فيها حضورها في عالم القصة القصيرة واقترابها من الواقع الإنساني والاجتماعي. وفي هذا العام عام 2026 صدرت مجموعتها السادسة بعنوان وطن مؤجل، طبعت في دمشق عن دار الزمان، لتكون أحدث إصداراتها القصصية، ولتؤكد استمرارها في الكتابة والإنتاج الأدبي. إذن هكذا ومنذ مجموعتها الأولى سميتني مريم عام 2015 وصولا إلى وطن مؤجل عام 2026، أصدرت شمس حسين عنتر 6 مجموعات قصصية توزعت طباعتها بين قامشليو والقاهرة ودمشق، لتؤكد حضورها واستمرارها في المشهد الأدبي والقصصي. إلى جانب هذه الإصدارات تواصل شمس عنتر عملها الأدبي، وتعمل حاليا على مجموعة قصصية جديدة باللغة الكردية، في خطوة تؤكد اعتزازها بلغتها الأم وحرصها على أن يكون لها حضور في الأدب الكردي أيضا. لدينا ضيفة أخرى الشاعرة الأستاذة عبير دريعي، أيضا شاركتنا بمداخلة لتتحدث لنا عن رسالة الكاتبة شمس عنتر، فلنستمع معا للشاعرة عبير دريعي. مساء الخير. في الحقيقة ليست كل كاتبة تخط الكلمات، بل ثمة من تجعل من القلم رسالة، ومن اللغة محرابا للجمال، ومن الفكر نورا يهدي العقول والقلوب. ومن هذه القامات تبرز كاتبتنا الكردية شمس عنتر، التي جعلت من كلمتها صوتا للوعي، ومن إبداعها صورة مشرقة للمرأة الكردية الأصيلة
تحضر بألوان لباسها وزيها الكردي، شاهدة على عمق هويتها وجمال تراثها، وتحضر بحبرها وقلمها لتصنع من الكلمة ثورة وعي، فهي لا تستحضر شخصيات قصصها من خيال عابر، بل تستلهم أبطالها من واقع الحياة، فتمنحهم صوتا وحضورا، وتجعل من تجاربهم مرايا للإنسان والوجدان. شمس عنتر البهية لها منا كل المحبة والتقدير، وليبقى قلمها منارة تضيء دروب الأدب، فإن الكلمة الصادقة لا تفنى، بل تبقى نورا يعبر الزمن ويسكن الأرواح. شمس ترى أن اللغة الكردية ليست مجرد وسيلة للكتابة، بل جزء من الذاكرة والهوية والانتماء، لذلك تسعى إلى تشجيع الكتابة بها وإلى دعم حضورها في الأدب والثقافة والترجمة. إلى جانب نشاطها الأدبي كتبت شمس عنتر مقالات كثيرة منها سياسية واجتماعية في عدد من المنابر والدوريات، فكتبت في جريدة كردستان وفي دوريات الأحزاب، كما نشرت في مجلة القلم الحر لاتحاد كتاب كردستان سوريا، بالإضافة إلى مقالات عدة في دوريات الحركة السياسية النسوية السورية. كما تنشط في العديد من المجالات الثقافية والاجتماعية والنسوية، فهي عضوة في اتحاد كتاب كردستان سوريا، وعضوة في الحركة السياسية النسوية السورية، وعضوة في لجنة مهرجان الشعر الكردي، كما تنتمي إلى مجموعات نسوية وثقافية تهتم بقضايا المرأة والطفل، إلى مركز القلم الكردي بين كورد ومجموعة روشن بدرخان. ويأتي هذا النشاط امتدادا لإيمانها بأن دور المثقف لا يتوقف عند حدود الكتاب، وأن الكاتب الحقيقي يستطيع أن يكون حاضرا في قضايا مجتمعه، وأن يدافع عن الإنسان وحقوقه، وأن يمنح صوتا لمن لا يجدون دائما من يتحدث باسمهم. في تجربتها تحتل المرأة مساحة واسعة، فهي ترى أن الكتابة بالنسبة للمرأة يمكن أن تكون سلاحا لحماية شخصيتها وحقوقها، ومساحة لاستعادة صوتها والتعبير عن ذاتها ومواجهة ما يحيط بها من قيود وتحديات. وربما لهذا السبب جاءت معظم شخصياتها النسائية محملة بالصراع، لكنها في الوقت نفسه شخصيات تمتلك القدرة على المقاومة والنهوض. وقد حظيت تجربتها الأدبية والثقافية بتقدير وتكريم من جهات ثقافية ومجتمعية، فتلقت تكريما من اتحاد الفنانين الكرد بمشاركة اتحاد كتاب كردستان سوريا، كما تلقت تكريما من جمعية آفرين للمرأة الكردية تقديرا لمسيرتها الأدبية والثقافية وحضورها في مجالات الكتابة والنشاط العام. أما شمس عنتر الإنسانة فتبدو في حضورها امرأة اختارت الابتسامة وسيلة لمواجهة الحياة. تقول أن ابتسامتها ليست دليلا على غياب الألم، بل دليل على قدرتها على مقاومة الظروف القاسية، وأن الإنسان قد يبكي ويتألم لكنه يستطيع في الوقت نفسه أن يواصل طريقه. هكذا تبدو الابتسامة في تجربتها موقفا من الحياة وإصرارا على أن ألا تسمح للظروف بأن تنتصر عليها. وتحتل الأسرة مكانة خاصة في حياتها، وتربطها بشقيقتها بسمة علاقة وثيقة تقوم على المحبة والتفاهم والتأثر المتبادل، حتى أن كلا منهما تجد في الأخرى سندا ورفيقة درب في كثير من تفاصيل الحياة.
وتكشف هذه العلاقة عن جانب إنساني جميل في شخصيتها، حيث تمتزج الروابط العائلية بالإحساس العميق بالمحبة والوفاء، ولا يزال هذا التقارب حاضرا حتى يومنا هذا، إذ تعمل شقيقتها بسمة حاليا على إعداد لوحة فنية لتكون غلاف كتابها القادم، في تعاون يجمع بين الإبداع الأدبي والفن التشكيلي، ويجسد عمق العلاقة التي تجمع بين الأختين. إنها امرأة عاشت مراحل متعددة من حياتها بين الدراسة والعمل وتربية الأبناء والكتابة والنشاط الثقافي والاجتماعي، لكنها لم تتخلى عن شغفها القديم بالكلمة، ولم تتوقف عن البحث عن مساحة تعبر فيها عن مساحة تعبر فيها عن ذاتها وعن الآخرين. إذن من عامود التي بدأت فيها الحكاية إلى القامش التي احتضنت جانبا من مسيرتها، ثم إلى فضاءات الأدب والثقافة، واصلت القاصة والكاتبة شمس عنتر رحلتها وهي تحمل معها ذاكرة المكان وأسئلة المرأة ووجع الإنسان وحلم الكتابة باللغة التي تعتز بها. أعزائي المشاهدين، الحديث عن الأديبة والقاصة الكردية السورية شمس حسين عنتر هو حديث عن تجربة إنسانية وأدبية تشكلت في مدينة لها خصوصيتها، ونمت في ظروف لم تكن دائما سهلة، لكنها استطاعت أن تجعل من الصعوبات دافعا للاستمرار. من طفلة كانت تنصت إلى أحاديث الكبار عن القضية الكردية وتدون في دفاترها تفاصيل الحياة من حولها، إلى امرأة خاضت تجربة التعليم لسنوات طويلة، ثم عادت إلى الكتابة لتجعل من القصة مساحة للبوح والتعبير والمقاومة. ومن أول كتاب صدر لها عام 2015 إلى مجموعاتها القصصية المتتالية، وصولا إلى إصدارها الأخير السادس وطن مؤجل عام 2026، استطاعت شمس أن تبني لنفسها حضورا خاصا، وأن تجعل من المرأة والإنسان والذاكرة والحرب والوطن موضوعات حاضرة في عالمها الأدبي. لعل أجمل ما في تجربتها أنها لم تكتفي بالكتابة عن المرأة، بل اختارت أن تكون حاضرة في القضايا التي تخصها، وأن تعمل من أجل حقوق النساء والأطفال، وأن تؤمن بأن الثقافة الحقيقية لا تنفصل عن الإنسان وقضايا المجتمع، كما أن تجربتها لم تتوقف عند حدود القصة القصيرة، بل امتدت إلى المقالة والكتابة في الصحف والدوريات، وإلى النشاط الثقافي والاجتماعي والنسوي، إلى حضورها في الفضاء الأدبي الكردي والسوري. أعزائي المشاهدين، قبل أن أختم الحلقة سنعود مرة أخرى لضيفة برنامجنا الأستاذة شمس عنتر لتتحدث لنا عن الحديث عن القصة. تعد القصة القصيرة من أهم الفنون السردية التي تعتمد على سرد حدث واحد أو فكرة واحدة رئيسية في مساحة محددة من الكلمات، تمتاز بالإيجاز والاختصار. عادة تكون مركزة، لأن القصة اسمها القصيرة هي لا تكون رواية، الرواية لها مساحة كبيرة وللكاتب حرية في السرد الطويل. فهذا الإيجاز والشخصيات المحددة والحدث الواحد أو أحداث قليلة ولكن مترابطة نوعا ما، تعد من عناصر الأساسية للقصة القصيرة. فأول تلك العناصر هي الفكرة، الحدث، الشخصيات، الزمان، المكان، الحبكة، اللغة. أيضا تعتمد بشكل كبير على قدرة الكاتب على شد انتباه القارئ لتقوده الأحداث إلى نهاية مفاجئة أو نهاية مؤثرة. للقصة القصيرة أهداف
فهي ليست فقط للترفيه، عادة تكون أو تعالج قصص أو قضايا اجتماعية وطنية إنسانية، أحيانا فلسفية، أحيانا هي تكون طريقة إلى استخلاص قيم وعبر. فالقصة القصيرة تمتاز بأنها فن سردي جميل، ولا يستهان به، يعني لا نستسهله، فهو يعني يلزم فعلا مقدرة جيدة من الكاتب بحيث تكون لغته وحبكته وقدرته على شد انتباه القارئ. نهاية الحلقة أحب أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل المداخلات: الصديق العزيز مروان علي، الصديقة العزيزة عبير دريعي، والصديقة العزيزة بشيرة درويش. والشكر موصول لمعد ومقدم البرنامج الصديق العزيز مروان شيخي، ولكل من أشرف على إخراج هذه الحلقة، ولتلفزيون روج آبا. الصديق العزيز مروان جهوده مشكورة، فهو يلقي الضوء على جهود الكتاب، على سيرة حياتهم، على ثمرة إنتاجهم الأدبي. كل الشكر له، ودمتم بخير. شكرا من القلب. شمس عنتر في النهاية ليست مجرد قاصة لها كتبها ومجموعاتها، بل هي ابنة مدينة حملت معها ذاكرتها، وامرأة جعلت من الكتابة طريقا لمقاومة النسيان، ومن القصة نافذة تطل منها على عوالم الإنسان، ومن الابتسامة قوة تواجه بها قسوة الحياة، ومن عمودة حيث بدأت الحكاية إلى صفحات الكتب تستمر شمس عنتر في كتابة قصتها الخاصة، قصة امرأة لم تتخلى عن أسئلتها الأولى، ولم تتوقف عن الحلم، وظلت تؤمن بأن الكلمة مهما بدت صغيرة قادرة على أن تترك أثرا كبيرا في ذاكرة الإنسان. إلى هنا أصل بكم إلى ختام حلقتنا من برنامج قناديل، على أمل أن نلتقي في حلقة جديدة مع قنديل آخر من قناديل الثقافة والإبداع على قناة وفضائية روج آبا. دمتم بخير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.